النبي عليه الصلاة والسلام بيحذرنا من 3 حاجات اوعى تموت غير وانت بريء منهم، علشان ربنا هيحرم عليك الجنة. انا بقى جاي اقول لك على ال3 حاجات دول، بس بالله عليك تنزل تصلي على الحبيب في الكومنتات وتشجعني بلايك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من فرق روحه جسده وهو بريئا من 3 دخل الجنة. طب ايه هما ال3 حاجات دول؟ هقول لك، بس بالله عليك تنزل تصلي على النبي. اول حاجة الكبر، الانسان المتكبر اللي دايما بيتكبر على الناس وشايف نفسه على الناس. لو مت وانت لسه متكبر على الناس مش هتدخل الجنة. تاني حاجة الدين، حاول تسد كل ديونك، عشان في لحظة كده لو مت وانت عليك ديون هتخش النار ومش هتخش الجنة. تالت حاجة الغلول، والغلول ده معناه اخذ الانسان شيء ليس من حقه، يعني بياخد حاجة مش بتاعته او بياخد حاجة مش حقه، ايا كان بقى فلوس او بيت او عربية، المهم ان الحاجة دي مش حقك وانت بتاخدها وبتستحلها لنفسك هتخش النار. فلو انت فيك صفة من الصفات ال3 دي حاول بقى ان انت تتخلص منها في اي وقت، علشان انت عارف ان العمر والقدر في لحظة والموت ما بيستناش حد.